ليه الراجل ممكن يكون بيحبِّك ويقدّرِك وياخد باله منِّك وكل حاجة، بس في نفس الوقت تلاقيه قاعد بيبعد؟ بتبقى في كده ساعات بتحصل معاكِ تلاقي إن أنتِ في حد أنتِ معجبة بيه أو داخلين حتى في مشروع خطوبة أو جواز، وتلاقيه واحدة، واحدة كده بتلاقيه يقرّب منِّك، يقرّب منِّك، يقرّب منِّك، بعد كده بتلاقيه بيبعد، يبعد، يبعد أو يقرّب أوي، يبعد أوي. وبيبقى الموضوع ده اللي هو مش فاهم هو أنت عايز إيه؟ هو أنت بتحبّني والّا لأ؟ هو أنت بتعمل إيه وما بتعملش إيه؟ النقطة هنا في حاجة إن في نوع من الرجالة بيبقى عندهم خوف من فكرة الهجر، دي بتبقى مربوطة بإن هو صغير حصل مواقف بقى مع مامته والّا باباه والّا whatever إيه اللي حصل، وبيبقى عنده الحتّة بتاعة أنا هاتساب، أنا لو قرّبت أوي هاتساب، خصوصًا مثلًا لو هو كان مثلًا في عيلة حصل فيها انفصال، أو كان الأب مش موجود على طول أو الأم مش موجودة على طول، فبتلاقي إن هو يحبِّك ويقدّرِك وبياخد باله منِّك وعايز يعيش معاكِ بس هو بيقرّب، يقرّب، يقرّب، بعد كده يقول إيه ده! أنا مش متعوّد على كده، طبيعي إن يبقى أنا إيه، الناس بعيدة عني، الناس بتسيبني، الناس كذا، الناس كذا، فيروح راجع، 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 فأنتِ تقعدي أنتِ تتجنّني وتقولي هو أنت يعني طَب أنا أعمل إيه؟ فالحل ده يعني ببساطة لو أنتِ لقيتِ ده معاه، إن أنتِ تقولي له أو تطمّنيه بشكل دوري إن هو لأ، على فكرة خلّي بالك أنا مش رايحة في حتّة، أنا باحبك، باقدّرك، أنا عايزاك، فأنا موجودة وأنا مش رايحة في حتّة.